فما بالك انك تناقش بموضوعيه اي شيء في الاسلام؟ انت كده يعني ما دي احد اسباب الصدمه. الناس دي عمرها ما تعرضت لنقد موضوعي لافكارها، فبالتالي لما بتتعرض لاول مره ليه بتلاقي الحاله. يعني ايه، انا اكثر واحد تقريبا من اكثر الناس في العالم اللي اتشتمت. انا اتهريتش ليه؟ الناس مصدومه. اه. واحد اللي هو الهاله البصمجي عملها حوالين نفسه، فجاه واحد بيقطعها له قدام عينيه. انا فعلا مقدره، يعني متفهم حجم الصدمه اللي بيعانوا منها ورد الفعل ده انا متفهمه يعني. بس يجب انك تفهم المجتمع اللي انت عايش فيه، في عمليه غسيل مخ يعني يتضاءل امامها بالفعل ما فعله مثلا ستالين او الانظمه الشموليه. في الاخر ستالين ما ادعاش ان هو بيوحى اليه من كائن خرافي في السماء اسمه الله. فاصبح في النهايه ممكن تخرج عنه او تخرج عن الدائره اللي هو رسمها لك، او تقدر تنتقد ما يقوله. انما في حاله الاسلام دي مشكله خطيره. واحد بدوي بصمجي في الصحراء من 1400 سنه قال لك انا طلعت غار، واحد طلع لي قال لي هات بوسه، قلت له لا اكلم ابويا، بتاع الاونطه اللي هم بيعملوها دي. اصبح هذا البدوي البصمجي يعني زعيم ايه ده يعني، نصف اله. قال اقرا ما انا بقارئ، مش عارف طب ايه وطي هات الشيلين. ويقول لك اعجاز يعني.